وطبعا هتقولوا لي رجعت ريما لعادتها القديمه. هقول لكم ابدا والله. هي كل الحكايه ان ام ريما اصلا لسه ما خلصتش، والبيت لسه ما خلص. ولما نخلص بقى ان شاء الله يوسف احمد مش عايز اسمع نفسي. ولما اخلص بقى ان شاء الله بالسلامه ساعتها تبقى ساعتها ليكوا حق بقى ان انتوا تقولوا انا رجعت لعادتي القديمه، ولا خلاص بقى كده بدايه جديده ونقطه من اول السطر. يعني انا لحد دلوقتي لحد الفيديو ده انا لسه ما خلصتش، وهيبقى فيه برضو كمان حوالي فيديوهين 3 على هذا النظام. هيبقى فيه فيديو تاني لغسيل السجاد والمنور، غسيل السجاد والمنور. الباب بيتفتح من الهواء شديد جدا. هيبقى فيه فيديو لغسيل السجاد وبقيه الارضيه بتاعه المنور، وهيبقى فيه فيديوهين للمطبخ. ماشي. يعني زي ما بقولوا كده فاضل 3 فيديوهات. الله اعلم بقى يبقى على القناه دي على القناه التانية، واحد هنا واثنين هناك، 2 هنا واحد هناك، معرفش لسه. فكل اللي انا اقدر اقوله لكم ان فاضل ان شاء الله باذن الله 3 فيديوهات بالكتير قوي، واسلمكم بيتي ده فله كده قشطه قمر. وساعتها بقى نبدا من اول السطر، نقطه من اول السطر، ونبدا بدايه جديده. نبدا كده. طب ايه يا جماعه في ايه؟ اهدوا شويه. نبدا بقى على ميه بيضه كده، ونبدا الشغل على نظيف، ويبقى بيتنا كله كده نظيف ومفيهوش اي حاجه. يبقى كده خلصت كل حاجه، ونبدا بقى نعمل روتينات حلوه، روتينات جميله، روتينات مشجعه لبيوت نظيفه. احنا دلوقتي بنعمل روتينات لبيوت معفنه. اي واحده بيتها وصل للمرحله دي، اي واحده بيتها يعني جاب اخره، سابته لاي ظروف، تركته فتره، خلاص بدات الامور تفلت من ايديها، مش عارفه تسيطر. خديني انا مش هقول لك قدوه، مثل كده قدامك. لا حقيقي ما كانش فيه اسوأ من بيتي. انتوا معايا طبعا، اديلكوا سنين وعارفين. ما كانش فيه اسوأ من بيتي، وواحده واحده ان شاء الله باذن الله هسلمكم البيت ده فله كده. انا جبت ايه كده، جبت شويه منظفات من عند الراجل اللي عندنا بيبيع شويه منظفات تحفه يا جماعه. اداني خلطه كده معينه كذا كيس، قال لي اخلطيهم على بعض. الاربع اكياس دول ب 10 جنيه. ماشي. قال لي اغسلي بقى بيهم سجاد، اغسلي بيهم الغسيل. فعلا يا جماعه حطيتهم في الغسيل شويه، ده انا ما حطيتش كتير كمان، امال لو كنت حطيت كميه. حطيت منهم شويه في الغسيل، تحفه 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 بجد. إيه. قال لي بس ايه، فضيهم كده في ازازه ولا في جيركن ولا في اي حاجه، ورجيهم كويس، وابداي بقى ان انت استعملي منهم. وكل الكميه اللي انت شايفينها دي ب 10 جنيه، خلطه كده ب 10 جنيه تحفه. وقال لي كمان بتفضل تخلي الميه ترغي معاكي، ويتوفر معاكي بقى المسحوق، ما تضطريش ان انت تحطي مسحوق كتير. فقلت اجرب. المسحوق طبعا غالي، معرفش حاجه ب 80 باين، مش عارفه والله بكام بصراحه، عشان انا جبت حاجات كده التوتال يعني كان حوالي 200 وحاجه، فانا معرفش بصراحه المسحوق بكام. فكنا بنقول ايه. فلسه بقى طبعا لسه انا لسه النهارده عندي غسيل، عايزه عندي كوم غسيل، والله شغاله يا جماعه زي ما انتم شايفين. انا مش بقعد، لا بقعد، استغفر الله العظيم يا رب. بقعد يعني دلوقتي مثلا بسجل لكم الفيديو وانا قاعده، مش بريح كتير يعني طول الوقت زي ما انتم شايفين كده. هتلاقوني ايه بشتغل، ومش هريح خالص، ومش هيرتاح لي بال كده، ومش هرتاح الا اما اخلص بيتي كله يبقى فله وقشطه كده، وحاجه كده يعني ادميه، وحاجه كده تفتح النفس للحياه، وحاجه كده تخلينا نستحمل مرارة الأيام، لأن الأيام أصلا بطبيعة الحال مرة وصعبة. فيعني مش هنصعبها أكتر، يعني فاهمين قصدي ازاي؟ مش هنصعبها أكتر بالبيت إن هو يبقى مش نظيف. يعني هتقولي ايه ده، انت الهدوم بتاعتك نظيفة انت بتغسلي؟ لا مش الهدوم نظيفة. دايما أي حد بيجي يغسل على الغسالة دي بيحط أول دور الهدوم النظيفة، بنحطها في أول دور تبقى أصلا في ليه. بنحط الهدوم اللي هي مش متوسخة قوي او اتلبست لبسة وخلاص على كده، فبنحطها في الاول. والهدوم بقى اللي متبهدله بتبقى غالبا هدومي انا، عشان بتبقى متعكعكه بقى في الميه والطينه والحاجات اللي انت شايفينها دي بخليها اخر حاجه خالص، وكمان بتبقى غوامق، فبخليها في اخر الغسله خالص يعني، عشان ما تبهدليش الميه. طبيعي يعني. هنا بقى بدور في الجيوب كده، يمكن الاقي 5 10 ولا اي حاجه، ما لقيتش حاجه. وكمان بعد برضه الهدوم كده احب اما اجي اغسل الهدوم اغسلها على الوش يعني عشان تنضف اكتر. وكمان الخلطه بجد اللي الراجل اللي عطاها لي دي تحفه. عندنا واحد هنا بتاع منظفات يا جماعه، هما بصراحه كذا واحد، المنظفات بتاعتهم خلطات بيعملوها. احمد دماغنا بقى انت ويوسف. المنظفات بتاعتهم رهيبه رهيبه رهيبه، جربت كذا واحد ما لهمش حل بجد. بصوا الخلطه دي بيعمل بقى خلطات للغسيل، وخلطات للبوتاجاز، وخلطات للحيطان، وخلطات للسيراميك، وخلطات للسجاد،
وخلطات للبوتاجاز وخلطات للتلاجة. بصوا بيعمل كل حاجة تتخيلوها، وخلطات للبقع الصعبة، لبقع الصدى، بقع الفاكهة، بقع الشحم، بقع الزيت. فبصراحة لا يعني ما شاء الله يعني. عندهم سيترس باور بديل، يعني بديل السيترس بديل الباور، مش بديل، هم بيصنعوه بيعملوا له تركيبات كده تحفة زيها زي الحاجات بتاع الشركات بالظبط، مع طبعا فرق السعر يعني رهيب، حاجات بأسعار لا تذكر. يعني انا عايزه اقول لكم خلطة الغسيل دي الاربع اكياس دول ب10 جنيه، جبت منه كيسين كلور وكيس دوني، كل ده ب10 جنيه. يعني الكلور والدوني ب10 وخلطة الغسيل ب10، دي كده 20. جبت ايه تاني والله ما انا فاكره. بيدفي احمد الجوانتي ده، بس الصوابع ليه يعني؟ ليه الصوابع من فوق باينه كده، مقصوص من فوق، وليه بتلف كتير كده على ايدك؟ ما انا عارفه بتاع باباك. ياه هو اقري مكتوب ايه؟ تعالى وريني مكتوب ايه. فور. لا اقلع. وريني خليها تقرا وهنا. مكتوب ايه. ميديوم. لا ميديوم، مقاسه ميديوم اللي لا، ثواني اقلع يا احمد. مقاس صغير يعني على قدكم انتوا كده اطفالي. يبقى كان بتاع ابوكوا هو صغير بقى مش هو شاب. ثواني ما انت هتشوفي دلوقتي. اصل ده ميد ان يونان. ميد ان ايه؟ يونان. يوناني. يوناني. يوناني ولاتيني. وريني ده ميد. وريني اشوف ميد ان ايه. ميديوم. ميديوم يعني مقاسه هو ميديوم. اصل ده اتعمل في اليونان. اوعى كده اسمه هو ده جولبس جيم. جولبس. اوعى كده يا جولبس ايه. جولدز جيم 8500 اهو. ميديوم. الميد دي بتبقى جوه بقى في الجوانتي من جوه خالص. ايوه يا ابني اهو. اهو ايوه دي. طلعت قطعت بقى. ثواني. ايه دي؟ بتقرا انت مش هتعرف تقرا. وريني بتعمل ايوه والمصحف اهي. وريني يا يوسف. ميد اه ان باسكت. اوعى طيب اهو. بسم الله. ميد ان اوعى طيب. باكستان. مصنوع في الباكستان. مصنوع في باكستان. مش يعني عارفين تقروا ده- باكستان ده- ده انتوا؟ ده- ده- مش عارفين تقروا باكستان بجد؟ حاجه مرار طفح والله العظيم. الانجليزي مش عارف. ها، وانت ما انتش عارف برضه. اقرا لك. ما انا قلتها وخلاص. ها طب اقرا لي الكلمه اللي بره دي الاصفر دي. ماشي ما هو نسيها. جولز جيم. جول جولز جيم. جولز. اقرا كويس. ده جولدز جيم. طب اقرا دي. مين؟ دي سيريوس فاتن. وريني كده. سيريوس فاتن. اوعى كده بس. اللي تحت. سيريوس فتنس. اي حاجه. فيتنس. روح بسرعه. فتنس يعني رياضي حاجه زي كده، فيتنس يعني اسمه ده شخص نفسه. جسمه رياضي. يعني مش يقول لك ده جسمه فت. انت بتعمل له يا احمد مساج؟ يا احمد اللي السنان. ده انت بتخرطه كده يا احمد. لا يا اصلا ما بتبقوش وجع. مش قادره اقسم بالله ما قادره. لا يا اصلا. ايه يا اصلا ما بتقولي. والله هنا بقى طلعت اول دور، وبصوا الغسيل مستمر معانا تقريبا كده لحد المغرب. كميه غسيل رهيبه. انا ما طبعا ما رضيتش اجيبها المنور، هجيبها في المنور تتحط فين؟ في العكعكه والطينه دي. لا بجد عمري في حياتي ما هجيب طيور في المنور تاني في حياتي. بجد حركه غبيه قوي يعني.
20 جنيه. عشان حطيت على حته واحده بس صغيره. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. طبعا هتقولوا لي الغساله شغاله وانت واقفه بتعملي ايه؟ هقول لكم والله العظيم ما انا عارفه. عندي حاجه غريبه جدا، ما اعرفش اشتغل والغساله شغاله. المفروض اصلا اسيبها تشتغل وانضف بقى حواليها، بس ما رضيتش انضف لسبب برضو، وانا ما بعرفش، يعني انا ما بعرفش اعمل حاجتين في وقت واحد. ما رضيتش انضف لسبب، قلت طب ما انا هاجي انضف الطينه هطرطش على الطشت، والميه اللي انا بشطف فيها الغسيل دي هيجي لها برضو ميه من الارض، هيجي لها طينه من الارض. فما رضيتش، قلت لما اخلص بقى ابقى اعمل الارضيه. ربنا يقويني. الساعه كام يا عيال؟ الساعه 4 يا رنا. عمري ما حوشت على الفنان. انا حوشت قبل كده على الفنان. عمر ارحمي النت شويه. حوشت 900 جنيه وجبنا القطه. ايه ماشي. جبنا 150 جنيه. لا والله. يا احمد ما تقعدش تلعب ايه؟ ما تقعدش تلعب ايه يا احمد؟ تعبونا واخر ريحه كانت تيتا اللي جايباه والله. ده لو ده عارفه احمد بنيه خليه بنيه. اخر ريحه من ست تقدر. يعني ايه اخر ريحه من ستك؟ ما بيت ستك كله موجود، تقدر اي حاجه تاخدها ذكرى. ايه ما اكيد كانت جايبه لك حاجات غير. اصلا انت عارف زمان جدا. الملوخيه بتاعت ست وحشتني. بجد كنت بجيب السفره واغسل ايدي بيها. في الملوخيه يعني تعبير مكان. تعبير مجازي. كنت بحط ايدي واروح اعمل كده. لا تيتا ستك كانت طيبه قوي صح كانت بتذبح بجد. لا ما اديني والمصحف الدافع كام؟ 10 وربنا ما اديني فلوس. خلاص زي بعضه يا احمد، خلاص زي بعضه، حتى لو عطيت لك ايه المشكله يعني؟ والله ما اعطيت لي. يمكن جده. لا جدي ما جابوش. انا ما شفت. تيتا ساعة لما تيتا ماتت وجيت قعدت معانا في الشقة. ساعة لما قلت لي لا ده عم بابا وده جدي. اللي هو كان في الشقه بتاعتك. هو العزا كان هنا في الواحد بيتكم؟ مش هشام مش عايز اسمه. ايوه هو اللي اتخانق معاه. ده جدي. ده عم هشام عم. ابنه اللي هو عمه. اه ابن جه اتخانق معاه. مع ابو مين؟ عمي جه اتخانق مع جدي. ليه؟ ساعة لما تيتا ماتت؟ عشان اسمه ايه ده؟ عشان جده اسمه ايه ده؟ كان عايز يبيع الشقة. لا ماليش دعوه بالتفاصيل دي، دي اسمها اسرار بيوت، ما تقعدش تحكيها لاي حد، دي اسرار بيوت. يا جماعه بمناسبه الموقف بتاع يوسف ده، في ناس، يعني في ناس وانا اعرف ناس كده بيمسكوا الاطفال يقرروهم. حاسب يا يوسف حاسب. يمسكوا الاطفال يقرروهم ويقعدوا يسالوهم على حاجات في بيوت خاصه ببيوتهم، مش عارف ايه، حاجات بتبقى خاصه سريه. فانت الولد الناصح بقى لا ما احكيش اي حاجه خاصه بالبيت. قول ما اعرفش. ما اعرفش والله، ما تحلفش، قول ما اعرفش وخلاص. ده كلام كبار انا ماليش فيه. ماشي. حلفت ده بيحلف يا بص يا جماعه، علموا ولادكم. انا بص انا ما بعلمش عيالي حاجه، وعمري ما قلت لعيل من عيالي لما حد يسالك قول ما اعرفش، سايباهم براحتهم عادي. ما عندناش اسرار، وحتى لو حد سالهم وعايزين يقولوا ما بخنقهمش، يعني ما بضيقش عليهم، ما بزنقهمش. اوعى حد يتكلم، اوعى حد يقول حاجه، سايباهم براحتهم. هم لما كبروا وفهموا وعرفوا ان لا في حاجات ينفع تتقال، زي مثلا في ناس يمسكوا عيالي كلتوا ايه، بابا جه، ماما راحت فين، ماما جت منين، عادي ما فيش مشكله. كل الحاجات دي بالنسبه لي ممكن تبقى بالنسبه لناس تانية اسرار، وممكن واحده تمسك عيالها تديلهم كده، لو قالوا اي حرف من الحاجات دي انا بقى عادي بالنسبه لي، ما بتفرقش معايا.
يعني عادي لو حد مسك عيالي سالهم كلتوا ايه، بابا جاب، ماما راحت فين، جيت منين، اتفسحتوا ورحتوا خرجتوا جيتوا، الحاجات دي مش بتضايقني. لكن بقى بيبقى فيه طبعا حاجات تانية اسرار، يعني اسرار قوي، لكن غير كده عادي ما بتفرقش معايا. لا في ناس بقى لا ما بيحبوش اصلا حد يعرف عنهم اي حاجه، ويقعدوا يقرطوا على عيالهم، ما تقولوش لو حد سالكم ما نعرفش، ما مش عارف ايه. ف يوم امك انت مالها؟ تقعد تقول لي لو حد سألك من أهل أبوك اه ما تقولهمش حاجة، ايوه لا أعرف ماما فين ولا بابا فين. كأن أمي مش موجودة، ايوه كأن أمي ماتت. لا انا ما بعملش كده مع احمد بقى، عادي لو عايز يحكي يحكي. فهشوفه حتى هو الكلام جاب بعضه اهو. هو الولد نفسه كان هيحكي لي دلوقتي حاجه، يقول لي البيت ومش عارف ايه، فلا اتضايقت. يعني حطيت نفسي مكان اهله، اللي هو الحاجات اللي هي بتاعت البيوت والارض واشترينا وبعنا وعملنا والحاجات دي، لا مش المفروض ان اي حد يعرفها. هو الولد حتى كان هيحكي لي على اساس ان هو طفل وبيحكي عادي، فانا رحت لا ما تحكيش مش عايزه اعرف. مش فاهمين قصدي ازاي؟ اعرف بقى ناس حاجه صعبه، حاجه صعبه، يمسكوا العيال يعني يقرروه، وده حرام جدا على فكره، ده حرام. يعني اي واحده كبيره او اي حد كبير بيعمل كده ويعرف ويخش، عايز يخش يعرف اسرار البيوت من خلال عيل صغير او عيله صغيره، ده لا حرام جدا يعني. المفروض ما نعملش حاجه زي كده. هنا بقى كنت خلصت كميه من الغسيل لا باس بها، وبجد انا ما بحترمش الناس اللي زي كده، وبيبقوا اغلبهم ستات فاضيه ما وراهمش حاجه دماغهم فاضيه، ويمسكوا العيال يقرروهم وياخدوا بقى منهم معلومات. بصراحه بتبقى حركه بايخه قوي مش عارفه، بحس لا يعني ناس جهله اللي بتعمل الموضوع ده. مش شرط جهله ما معهمش شهاده، لا ممكن تبقى معاها اعلى الشهادات، بس جهله فكريا، جهله في التعامل، جهله في حاجات تانية يعني. فاهمين قصدي ازاي؟ خلينا في الغسيل بتاعنا، وخلينا في المرار الابيض الحلو. المرار الابيض ازاي؟ ده المرار ما ينفعش غير ان هو يبقى مرار اسود او مرار طافح، لكن مرار ابيض دي لا، اول مره بصراحه اسمع عنها. عادي بقى، احنا ايه بنحاول ان احنا نجمل كل شيء، حتى المرار بنحاول نلبسه يعني توب ابيض. هنا بقى كنت بنشر الغسيل، ولقيت الناس تحت البلكونه مباشره، لقيت واحد راجل كده ماسك بلاور وعمال ينفض تراب من على البوكس بتاع الكهرباء. انا ما بكلمش رجاله وما بتعاملش مع رجاله، وعايزه اقول له كفايه بقى الغسيل، عيني من العافيه، انا طالع عيني في الغسيل ده. وبصلهم كده ان هم ياخدوا بالهم ان في غسيل بيتنشر وفي حد بينشر وفي غسيل ابيض قدامهم، مفيش فايده. فين وفين، اقسم بالله زي ما بكلمه كده، فين وفين بعد ما خلصت. يعني تقول لي كأنك ما كنتش عايش في مصر اساسا. أيوة. كأنك ما كنتش عايش. أيوة. كأنك كنت ده ميت الصح، ولسه صاحي من ده الأرض. الصح يا يوسف، ده صح. هي بتقول لي ايوه ده الصح، ما تحكيش حاجه. طب مثلا يعني في حاجات تتحكي وحاجات لا، يعني في اسرار بيوت بتبقى لا امي تقول لي كأنك كنت ميت لا بعد الشر ولسه عليك. طالع من بطنك. ماشي، كأنك بص مفيش معلومات خالص المهم ايه، فيها تربتين. لا امك عسل يا يوسف. المهم لا اله الا الله. المهم بعد ما خلصت بقى تنشير خالص، كنت خلاص خلصت واقف في البلكونه وداخله، لقيت عمو بقى، عمو الحاج بعد ما خلص يقول لي لا مؤاخذه يا مؤنس والله انا اسف جدا، بس خلاص بقى احنا خلصنا. والله خلصت، طب كتر خيرك والله. ماشي، دي النضاره بتاع بابا صح؟ قلت له لا ما فيش حاجه عادي، ما يجراش حاجه. مين اللي بيرمي الازاز؟ من باب ايه، من باب اللي هو ما بحبش انا المشاكل، ما بعرفش اعمل مشاكل. يعني في واحده غيري في الموقف ده، لو سمحت ما تعملش تراب، انا لما نلم الغسيل كفايه كده مش عارف ايه. لا انا بصراحه لا ما بعرفش اعمل كده. ما بتحبش تعمل مشاكل. هو مش مشاكل، هو عادي لو عملت كده من حق اي حد، بس انا ما بعرفش اتعامل مع الرجاله، ما بحبش بصراحه. فالمهم هم بعد ما خلصوا ما شاء الله خالص التراب، لقيته بيقول لي لا مؤاخذه يا مؤنس، انا اسف جدا والله ما خدتش بالي، احنا خلاص خلصنا. عموما احنا خلصنا والله خلصت بعد ما الغسيل اصلا اتردم تراب. يلا مش قلت له لا عادي مفيش حاجه، ما يجراش حاجه. المهم ايه، هنا بقى كنت خلاص فاضل شويه غوامق، وعندي مشوار مهم جدا عايزه اخلص عشان الحق المشوار بتاعي. ايه هو المشوار؟ كنت على موعد مع اخواتي ان انا اروح اشوف حياه بنت اختي، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. رحت المستشفى لقيتهم مشيوا، واختي منهارة على بنتها وزعلانة، لان هي كانت يا عيني رايحة على امل ان هي تاخد البنت وهي راجعة. قالوا لها لا لسه شوية، لسه البنت تعبانة، ما رضتش، ما بتكح.
الالتهاب الرئوي ما خفش. ياه صعب قوي بجد، صعب صعب صعب. المهم رحت لاختي واختي التانية، قابلتهم في مكان كده، قلت لها معلش استحملي، خليها عشان هم مش عايزين يدوها لك الا لما تبقى ساخ سليم وتاخديها وتبقى كويسه معاكي في البيت، بدل ما يدوها لك وهي لسه تعبانه تتعب منك تاني وهتتشحططي بيها تاني وتروحي فين. هم مش عايزين يخرجوها من الحضانه الا لما تبقى زي الفل. قالت لي ماشي، اقتنعت بكلامي شويه وسكتت. كمية غسيل تقطم الظهر، والله العظيم الواحد ظهره اتقطم. ايه ده؟ الساعة كام؟ الساعة 4:30. ايه ده؟ اليوم مفهوش خالص، مفهوش بركة خالص، بيجري جري. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. برضو يا احمد، برضو بتلعب في البيت انت يا زفت؟ واد يا يوسف تعالى هنا، بتلعبوا استغماية في البيت؟ انا جاي رايح فين يا اخوي؟ رايح فين؟ لا مش هتدور عليه، مش هنلعب استغماية.